شاهد اعتراف شيخ النواصب ابن تيمية بجريمة أبي بكر، ولكن جاء لكي يكحلها فعماها. منهاج السنة الأموية لعدو الإسلام ابن تيمية، صفحة 155. فصل. قوله في مرض موته. قال الرافدي: قوله في مرض موته: ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكبسه. والجواب: شاهدوا إجابة شيخ النواصب أن القدح لا يقبل حتى يثبت اللفظ بإسناد صحيح. كالعادة يحاول تكذيب الرواية، والرواية صحيحة كما بينت، وهناك أسانيد أخرى بينتها في حلقات الهجوم على دار الزهراء. أما في هذه الحلقة فأنا اختصرت كثيرا. نكمل. ونحن نعلم يقينا أن أبا بكر لم يقدم على علي والزبير بشيء من الأذى. لا، حاشا لله. أبو بكر بعث رجال من الأنصار بالورود والهدايا إلى دار الزهراء، وقال له: إن لم يخرجوا للبيعة فأعطهم هذه الهدايا وهذه الورود، وقل لهم الله يسامح. وغاية ما يقال إنه، أي أبو بكر، كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه. يقول أن أبو بكر كبس البيت. ماذا يعني كبس البيت؟ شاهدوا معي. معيد النعم ومبيد النقم للسبكي، صفحة 40. يقول: الوالي ومن حقه الفحص عن المنكرات من الخمر والحشيش ونحو ذلك، وسد الذريعة فيه، وليس له أن يتجسس على الناس ويبحث عما هم فيه من منكر، ولا كبس بيوتهم. ماذا يعني كبس بيوتهم؟ يقال كبس بيت فلان، هاجم عليه، والمراد أن يفاجئه ويدخله على غرة. إذن هجوم مفاجئ ويدخل على غرة. الله أكبر. إذن أبو بكر ندم على أنه أرسل عمر الذي كبس بيت الزهراء، يعني هجم على بيتها وفاجأها ودخل غرة عليها. الله أكبر. أيفعل هذا ببضعة رسول الله؟ ثم قال ابن تيمية محاول التغطية على جريمة أبي بكر، قال أنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله. وهل بيت الزهراء كان مركز لجمع الأموال؟ هب أنه كان عند الزهراء المال، فبأي حق يكبس بيتها ويهجم عليها؟ أي إرهاب هذا وأي إجرام؟